تخيل معايا إنك داخل مزاد والناس حواليك بتزايد على حاجات زي لوحات فنية أو مجوهرات نادرة، عادي مفيش مشكلة. لكن المفاجأة إنك تلاقي حد بيرفع إيده ويقول أنا هشتري السندوتش ده ب$28,000، أو حد تاني يرفع إيده ويقول أنا هشتري الحجر ده ب$2.5 مليون. ساعتها هتستغرب. في الحلقة دي هنشوف أغرب الحاجات اللي أحياناً بتتباع بمبالغ مجنونة. فعلاً حاجات لو شفتها ممكن ما تاخدش بالك منها، بس في المزاد بيدفع فيها ملايين. وعموماً بلاش نطول كتير، أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. تخيل إنك كنت في سنة 2007 واشتريت أول آيفون نزل في العالم. ساعتها كان $599 و$600. ناس كتير اشتروه، وناس فتحته، وناس لعبت بيه، وناس باعته بعد سنين بحوالي 300 جنيه. بس في شخص واحد عمل عكس كده. واحدة ست من أمريكا خدت أول آيفون نزل، ما فتحتهوش، ما شغلتوش، ما عملتش بيه أي حاجة، وسابته في علبته مقفول زي ما هو لمدة 16 سنة. دي ولا حتى شحنت البطارية، وكانت بتقول للناس ده هيبقى حاجة تاريخية. وطبعا الناس ضحكوا عليها وقالوا مين ده اللي هيشتري تليفون قديم؟ بس في سنة 2023 الست دي عرضت الموبايل في المزاد، واللي حصل إن هو اتباع بمبلغ $190,000. موبايل سعة 8 جيجا، شاشة 3.5 بوصة، ما فيهوش كاميرا سيلفي ولا فيديو ولا حتى واتساب. والناس كانت بتتخانق عليه. ليه؟ لأنه مش مجرد تليفون. دي بداية ثورة في تاريخ التكنولوجيا. ده أول جهاز طلع بيه ستيف جوبز على المسرح وقال كلمته المشهورة Today Apple is going to reinvent the phone. بس التليفون ده كان من غير أي إصدار. العلبة كان مكتوب عليها آيفون بس من غير أي إصدار، لأن ما كانش فيه إصدار قبله، وكأنه بيقول أنا البداية. والنسخة اللي اتباعت دي كانت من أوائل إصدارات آيفون، وده بيزود قيمتها أكتر. وده اللي خلى هواة التجميع والمهووسين بتاريخ آبل يدخلوا مزادات مجنونة لحد أما السعر وصل $190,000. يعني اللي نسي التليفون في الدرج بقى أغنى من اللي استخدمه على طول في وقتها. بقول لك إيه، وأنت بتسمع بقية الحاجات الغريبة اللي الناس اشتريتها بالفلوس مبالغ فيها، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. وهتلاقي على القناة حلقات عن أغرب الأكلات وأغرب مخلوقات القاع. سنة 1993 اتعمل مزاد عالمي على حاجة من أغرب وأنبر حاجة وصلت لإيد الإنسان. قطعة صخرية اتجمعت من بعثات أبولو للقمر، بالتحديد من سطح القمر نفسه. الحجر ده كان جزء من تربة القمر، اتجمع بدقة شديدة جدا أثناء رحلة ناسا، واتحفظ لسنين في معامل علمية قبل ما يظهر فجأة في مزاد. وعشان بس تبقى في الصورة، بيع أي قطعة من القمر يعتبر نادر جدا، لأن كل اللي جابته ناسا رسميا بيتحفظ في متاحف الدولة وممنوع بيعه. لكن القطعة دي بالتحديد كانت من مجموعة نادرة جدا اتجمعت خلال بعثات الاتحاد السوفيتي، ووصلت لمدنيين بطرق قانونية، وده اللي سمح ببيعها. وطبعا أول القطعة دي ما نزلت المزاد حصل انفجار في المزاد. الناس ما كانتش تشتري حجر، الناس كانت كأنها تشتري حتة من القمر. عارف يعني ايه تحط في بيتك أو مكتبك قطعة من سطح القمر نفسه؟ دي مش مجرد حاجة نادرة، دي حاجة مش هتلاقيها عند أي حد تاني غيرك. عارف الحكاية المشهورة عن فان كوخ الرسام العبقري اللي قطع ودنه بنفسه، اللي رسم لوحات بملايين؟ بس الغريب إنه هو مات فقير. اللي ما تعرفوش بقى إن في سنة 2014 فنان ألماني مجنون بس عبقري قرر يعمل مشروع فني مختلف شوية. قال لك طالما ما فيش حد يقدر يحتفظ بودن فان جوخ الأصلية، طب ما نرجعها احنا. ده قرر يصنع نسخة بيولوجية من ودنه باستخدام الحمض النووي الحقيقي لواحد من قرايب فان جوخ. الفنان دوت كان اسمه ديميل شافارتس. خد الدي ان ايه من شخص حي من نسل اخو فان جوخ، واستخدم تكنولوجيا متقدمة جدا في الهندسة الوراثية والخلايا الجذعية علشان ينمي القطعة دي من نسيج حقيقي مطابق لتكوين ودن الإنسان. يعني مش بلاستيك ولا جبس، دي ودن معمولة من خلايا حقيقية، والنتيجة قطعة فنية تشبه تماما ودن فان جوخ، مش بس في الشكل، لا ده كمان بيولوجيا. الغريب إن الناس اعتبروها حاجة مرعبة، والأغرب إن هي اتعرضت في متاحف أوروبا كعمل فني حديث، والمهووسين بتاريخ الفن والناس اللي بتحب كل حاجة ليها علاقة بفان كوخ اتجننوا عليها. وفي النهاية القطعة دي اتباعت في مزاد خاص ب$500,000. تخيل انت $500,000 في قطعة مش حقيقية، لكنها أعرض نسخة موجودة في العالم لجزء مفقود من جسد الفنان فان جوخ. في حاجات بتتباع لأنها نادرة، وفي حاجات بتتباع لأنها تاريخية، بس في حاجات تانية بتتباع لأنها مسكونة.
سنة 2003 راجل أمريكي اسمه جوزيف بيتريل قرر يعرض حاجة عجيبة جدا على موقع اي باي. برطمان عادي بس جواه شبح، مش تمثال، مش رسمة، مش كتاب قديم. ده بيقول إن البرطمان فيه روح شريرة حقيقية، وقال كمان إن البرطمان دوت جايبه من سوق الأنتيكا. وبعد ما دخله بيته حصلت حاجات غريبة. الكلاب كانت بتعيط وبتبعد عنه، براد الشاي كان بيشتغل لوحده، أبواب بتتقفل فجأة، أصوات بتهمس باسمه وهو نايم. وبعد فترة جوزيف قرر إن هو مش قادر يعيش مع الشبح ده، فعرض البرطمان للبيع ومعاه رسالة تحذيرية بتقول: أنا مش مسؤول عن أي حاجة هتحصل ليك بعد ما تشتري البرطمان ده، لو فتحته ده ذنبك. بس الغريب بقى إن الآلاف دخلوا المزاد مش علشان يقتنوا الشبح، لكن علشان يتحدوه. وفي الآخر واحد غامض اشترى البرطمان دوت $55,000، وهو فعلا مبلغ كبير على برطمان فاضي. لكن المشتري كان بيقول إن هو هاوي أنشطة خارقة للطبيعة، وكان عايز يدرس الظاهرة دي بنفسه. وبعد البيعة دي ما تمت، ايباي تدخلت بنفسها وقالت من النهارده ممنوع بيع الأرواح أو الأشباح على الموقع. تخيل موزة حقيقية ملزوقة على الحيطة بشريط لزق عادي جدا، يعني مش مرسومة. المفرع بقى إن اللوحة دي اتباعت بمبلغ $120,000، ودي واحدة من أغرب الحكايات اللي حصلت في عالم الفن الحديث. القصة بدأت سنة 2019 في معرض اسمه أرت بازل، كان في ميامي، وده واحد من أهم المعارض الفني في العالم. الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان قرر يقدم عمل فني. العمل ببساطة موزة صفراء حقيقية ملزوقة على حتة المعرض بشريط لاصق لونه فضي، مفيش إطار، مفيش ألوان، مفيش فرشة، بس في ناس وقفت تبص وتتصور وتتكلم عنه كأنه اكتشاف عظيم. ولما سألوا الفنان: أنت بتقول إيه بالموزة دي؟ رد وقام: الفن مش دايم، والموزة هتتعفن زي كل حاجة في الحياة. يعني اللوحة دي كانت عن الفكرة مش الحاجة نفسها، والفكرة إن أبسط حاجة ممكن تتحول لعمل فني لو أنت شفتها كده. وفي وسط الضجة دي واحد دفع $120,000 واشترى عمل الفني ده. بس إزاي والموزة هتتعفن؟ الفكرة إن المشتري مش بيشتري الموز نفسه، هو اشترى الشهادة الأصلية للعمل الفني ده، واللي فيها تعليمات دقيقة جدا عن طريقة اختيار الموزة وطولها وتقوسها وإزاي تتلزق بنفس الطريقة. يعني الموزة ممكن تتغير بس الفن يفضل زي ما هو. الغريب بقى إن في زائر في المعرض بعد يومين بالظبط راح وشال الموزة وأكلها قدام الكاميرات وقال: أنا فنان برضه. واللي حصل إن المعرض علق موزة تانية مكانها بنفس الشريط اللاصق، واللوحة استمرت. وفي الآخر بقى في عالم الفلوس مفيش حاجة اسمها ده ملوش تمن، كل حاجة وليها سعر. حتى لو كانت موزة متعلقة على الحيطة، أو حجر نازل من القمر، أو حتى لو تليفون عندك في الدرج بقاله مئات السنين أنت شايف إن ملوش لازمة، بس أكيد في غيرك اللي ممكن يدفع فيه فلوس. وفي الآخر بقى ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.